دول ياخد الدهون ويرميها ينظف لك كبدك يخليه تمام. ادخل بقى على ساحر الكبد، فاسل ميلك، بالعربي حليب بالشوك، اعتقد ان ده اسمها عشبة حليب الشوك. معجزة، سحر، بتجدد خلايا الكبد. عارفين كل امراض الناس اللي اهلنا اللي عندهم الكبد بياخدوا حبوب اسمها سيليمارين. اي حد بياخد كبد عارف السيليمارين، او السيليمارين ده واخدينه من النبته دي. طب ما احنا نجيب النبته دي شاي او برشام 150 مللي جرام في اليوم، يجدد لك خلايا كبدك تماما، يحيي لك الخلايا بتاعت كبدك، يشيل الدهون من الكبد، يخليه يعني اعظم يعني من معجزات ربنا في النبته دي فاسل ميلك، ان هو بتجدد خلايا الكبد. واحد، بتعمل ديتوكسيفيكيشن للكبد، بتشيل السموم المخزنه من الكبد. تخيل ماده واحده تشيل السم وترميه. الدهن بالظبط هي زي المكنسه للكبد، سبحان الله. بالذات الكبد، بالذات التوكسيفيكيشن. نبته حليب الشوك موجوده في كل الوطن العربي، يعني هتلاقوها عند اي عطار، او في الحبوب في الاجزخان، او عند بتاع الاعشاب. يبقى عمل ديتوكسيفيكيشن للكبد، نظف الكبد من الدهون واحيا الخلايا، قلل الاصابه بالسرطانات، واثبتت تجارب كتير ان هو بيقطع الطريق على الخلايا السرطانيه ان هي تكمل. وتاني حاجه بيحمي الجسم من علو السكر، فمفيد لمرضى السكر. 4 حاجات بيعملهم بطريقه خرافيه هذا النبات، ان تشربوا شاي او تاخدوا برشام، ينظف الكبد، يشيل السموم من الكبد، يقلل السرطان، ويظبط لك السكر في عشبه واحده.